لو دي أول مرة تشوف شكلك أكلك نحب نقولك شكراً أولاً. ثانياً ده آخر فيديو في السلسلة، فياريت ترجع من الأول وابقى ارجع هنا لما تخلص، أو اتفرج عادي، يعني احنا ما بنغصبش حد على حاجة. المعلومات اللي على الليبل دي خطوة مبدئية. المهم إن دلوقتي لما نيجي نروح نشتري أكل نشوف اللي في الأكل ده هينفعنا ولا هيضرنا، نبص كويس على كل المعلومات اللي عليه ونختار اللي أفيد لنا والأولاد. العلب اللي مش عليها ليبل اهرب منها، هو العمر بعزق عشان تحط في جسمك حاجة انت مش عارف هي ايه. لو هتجيب خضار أو فاكهة أو حاجات طازة، المعلومات عن قيمهم الغذائية في الويب سايت بتاعنا على شكلكأكلك.com، فروحوا هناك واقروا أكتر عن أنواع الأكل المختلفة وفيها ايه. مشاكل التغذية في مصر كتير، وسببها الأساسي إن الناس فعلاً مش عارفة اللي هي بتاكله ده بيعمل إيه في جسمها. ابدأوا بنفسكم واقروا اللي على العلبة وساعدوا الناس التانية إنها تفهم أكتر عن الموضوع. امشوا على ال10 حاجات دول هتلاقوا حياتكم أكيد اتغيرت. 1. لو أنت فعلاً أول مرة تتفرج على شكلك أكلك وقررت تتفرج برضو، ارجع اتفرج على ال9 فيديوهات اللي فاتوك عشان تعرف كل المعلومات عن العناصر الغذائية المختلفة وإيه مصادرها وفوائدها. 2. اعرف نفسك وحدد هدفك، عايز تخس، تتخن، تحافظ، تعيش حياة صحيحة أكتر، تبوظ شوية وترجع تعدل، انت حر. أهم حاجة تحدد هدفك. لو بتحاول تخس أو تتخن، خد صورة دلوقتي علقها على مرايتك عشان تعرف البداية كانت عاملة ازاي. أو لو انت بني آدم من القرن ال21 وآخر مرة طبعت فيها صورة كان من زمان، خد سيلفي على الموبايل وخليها معاك تفكرك انت ابتديت منين. 3. خلاص هتبتدي دايت ورياضة وأسلوب حياة صحي. اوعى بدايتك تبقى قوية وتحاول تغير كل حاجة مرة واحدة، لأن ساعتها مش هتقدر تكمل غير كام يوم وبعدين هتزهق أو هتتعب، وفي الآخر هتحس إن الحياة الصحية صعبة وترجع ريما لعادتها القديمة. 4. من أول الحاجات اللي تمشي عليها هي إن مفيش عنصر غذائي واحد هيديلك كل احتياجات جسمك، يعني تاكل بروتين بس أو فاكهة بس، ده مش صح. لازم تنوع أكلك أصناف وألوان عشان كل حاجة وليها فايدتها، بس أهم حاجة التوازن في الكميات. توازن يعني ما تاكلش تفاحية وجردل رز وصدر فرخة ويبقى كده انت كلت كل العناصر. ارجع لطبقنا وشوف النسب المتوازنة الصح. 5. سيبك من اللي بيقولك إنك لازم تقطع سكريات وملح مرة واحدة عشان ده أفيد لصحتك، لأن لسانك بيتعود على الطعم اللي انت بتديهوله، فلازم تاخدها تدريجيا علشان تبقى أسهل، عشان ما يجيلكش شراهة إنك تاكلهم بكمية أكبر. ده غير إن السكريات والملح طعمهم حلو، وانت لو بتحاول تخس يبقى أكيد بتحبهم حبتين أكتر من اللازم. 6. أكلك كله لازم يا مسلوق يا مشوي عشان يبقى صحي، ده أساسي. طبعا لا، الكلام ده مش صح. أسلوب الحياة الصحي مش معناه الحرمان. الأسهل إنك لو بوظت في وجبة، وده وارد جدا، تظبط اللي بعدها وما تسوقش في البوظان، وتخلي الحاجات اللي سعراتها عالية تبقى دايما الصبح عشان يبقى عندك وقت تحرقها، وما تاكلش وتنام، وخلي عشاك خفيف زي الزبادي والفاكهة. 7. كتر من الخضروات الورقية الخضراء لأن فيها نسبة الألياف عالية، ومش لازم الطريقة التقليدية في طهي الخضار لأنك ممكن تزهق منه. حاول تعمله كسناك، صوابع في الفرن، حاول تضيفه على البيض وتاخد قيمة غذائية عالية في فطارك. خليك مبتكر، هتلاقي أكيد طريقة تعجبك. 8. شربك للمية مش لازم يبقى وانت عطشان بس، لازم تاخد على الأقل 8 كوبايات مية في اليوم، مش من ضمنهم العصير والمشروبات التانية. ودايما ابتدي ب2 أول ما تصحى، وحاول دايما تشرب كتير على مدار اليوم. 9. الرياضة جزء أساسي من أي أسلوب حياة صحي، خليها جزء من يومك، مش لازم تكون عنيفة أو لفترة طويلة في اليوم. أهم حاجة الاستمرارية، حتى ولو 10 دقايق بس في اليوم. 10. ما تشتريش وانت مغمض، واقرأ المعلومات الغذائية اللي في ظهر المنتجات عشان تعرف فايدتها ايه. وزي ما دايما بنقول، اقرأ واعرف فوائد أكلك، وافتكر دايما إن شكلك أكلك. زوروا شكلكأكلك.com لو عايزين تشوفوا الحلقات اللي فاتت، وكمان لو عايزين تعرفوا أكتر عن أكلكم وصحتكم. الحلقة دي برعاية ريتش بيك، سوبر ماركت سعودي، دومتي.